دي الابل واتش الترا 1 ودي الابل واتش الترا 2. بص على الاتنين كويس كده علشان اقول لك الفرق ما بينهم. مبدئيا الالترا 1 والالترا 2 بيجوا بنفس التصميم بالظبط ونفس الابعاد والفتحات والاكشن باتن البرتقاني، لكن في شويه فروقات بسيطه ما بين الاتنين. اول فرق ان المفروض ان الشريحه او المعالج اللي في الالترا 2 اسرع شويه من اللي في الالترا 1، لكن برضو دي حاجه انت عمرك ما هتحس بيها للامانه. البطاريه اللي في الالترا 2 اكبر سنه من البطاريه اللي في الالترا 1، لكن اداء البطاريه للاتنين واحد بالظبط، وده لان الالترا 2 سطوع الشاشه بتاعها بقى بيوصل ل 3000 نتس. الذاكره الداخليه في الالترا 2 64 جيجا بالمقارنه ب 32 جيجا في الالترا 1. والالترا 2 زودوا فيها ميزه ان انت تقدر تتحكم فيها عن طريق ان انت تعمل كده بس بايدك اللي لابسه الساعه. خلاصه الموضوع، لو انت عندك الالترا 1 تعمل ابجريد للالترا 2 طبعا لا مش مستاهله خالص، لكن لو لسه عايز تخش عالم الابل واتش الترا هات دايما احدث حاجه، اكيد هتكون احسن. فما تنساش تتابعني عشان تعرف كل الجديد في عالم التكنولوجيا والاختراعات.